الله الله. يلا يا استاذ الطابور ماشي. الله 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 الله. الدور الكام؟ الدور الكام؟ ها؟ يقول ايه؟ السابع. السابع. فضلك انا عايز بيان قيد ونجاح عشان عايز انقل ولادي من مدرسه لمدرسه. الاقيه فين؟ اوضه 717. 717؟ ايوه. وده ايه فين؟ اللي فاتت دي. هي فاتت؟ ايوه. تصدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. شهر؟ ايوه. كل يوم؟ كل يوم. مش عارف تخشها؟ ايوه. والمكتب ما كانش لسه اتلمع لحد دلوقتي يا حيوان. لا يا فندم اتلمع مره واثنين وثلاثه. شيل الفوطه. اتلمع مره واثنين. اقف انت بقى. اتلمع مره واثنين وثلاثه، دي زياده تلميع يعني. انا لقيت نفسي فاضي فقلت اتسلى بالتلميع يعني. ايه ده انت بتستظرف يا ولد ولا ايه؟ اقف عدل. غور هات القهوه. اتحرك. ايه يا استاذ في ايه؟ انا اسف جدا. انا عايز الاستاذ رشاد. انا لسه قلت حاجه. انا عايز الاستاذ رشاد. الله اكبر. انت كنت فين يا سكينه؟ الاستاذ رشاد كنت فين يا سكينه المده دي كلها وسايبانا على التليفون؟ بتغيري الكفوله للواد. طب اسمعي بقى اما اقول لك. لا انت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي انا بقوله صح. لا ما هو انت اذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجه ويروح في 60 داهيه. لا بلاش عمتي، بلاش الموضوع. دي اصلها وليه شرانيه ونكديه. بقول لك نكديه وشرانيه، انت هتعرفيها اكتر مني؟ انا جرايه كده ما تسمعي كلامي. ما انت حاضره يا حبيبتي، يعني من حقك الشقه. ايوه طبعا، امال ايه؟ طبعا ومن حقك المؤخر. والبوتاجاز. الله اكبر. ايوه الله. انا انت ما تسيبلوش اي حاجه خالص. يعني انت المفروض اتجوزتي واحد تاني، هتعيشي معانا ازاي على البلاطه كده؟ وبعدين كل ده علشان ايه يا سكينه؟ عشان طبخه؟ عشان طبختي له ملوخيه؟ خلاص هاتيله باميه. ما هو كيلو باميه ب 8 جنيه، والباميه عايزه لها كيلو لحمه ضاني ب 12 جنيه، ويعني هياكل لازم. طبعا معاك تجيبي له برام رز. برام رز. ايوه يا اختي برام رز. امال ايه؟ وليمون ايه؟ يعني ده ليمونه زي الدعدع ب 10 ساعات. الله. بقول لك يا ستي سيبيني. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ في ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا حاج. جمعا إن شاء الله خير. يا خالد صوته مقفل. خير باذن الله، ان شاء الله خير. بيان قيد ونجاح. اصل عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص أخونا الأستاذ مدحت، وهو في دورة تدريبية يرجع بعد أسبوع إن شاء الله. طب ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت؟ لا، زي ما جحا أولى بلحم طوره كل واحد أولى بعمل شغله، وبعدين ده أسبوع مش موضوع يعني. الله أكبر. تاني يا سكينه، تاني يا سكينه، حاولي تنفسي. انا محمد نور لو انا اتكلم في الموضوع ده. يا حبيبتي اسمعي كلامي مره واحده. قلت لك انا هجوزك واحد من قبل، بس خلي العفش عندك. ده هتقعدي عندك. بقول لحضرتك ايه؟ الساعه 11 لا وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب. هو الاستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟ تعرفي يا روحي تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش؟ تحطي في سفرتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش على طعمها اللي
بيدوخ. وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ لذيذ يا أختي. واحرصي على إنك تحطي على سفرتك اللحمة والفراخ، لأنها طعمها يجنن ومليانة بالفيتامينات وما تصدقيش حد تاني. ايه في ايه؟ انت فين؟ خد يا احمد قشر لي فصين توم عشان خلطه البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفايه بعمل لك السلطه؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفره جاهزه، وبتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا، مفيش حاجه تانية؟ اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. هات اللحمه وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجه الفاضيه وانا احمرها. بعدين اسمع عم اقول لك، انا بشتغل زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فص توم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاه النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. اوبرة ايه اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك، ده انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوكي. اوبرة ايه؟ ايه؟ مالكم فرادين كده ليه؟ تعبنا من المشوار. بابا انت مش هتنقلنا من المدرسة دي بقى، احنا تعبنا خالص. سافولك فين؟ ايه دول يا سليمان؟ تشكيلة كبدة ومخ وزق، معقول هتروح من غير عشاء؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس عاوزين نشطب، واللاعب جدع اللي قاعد بره ده مش راضي يمشي. يا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام حضرتك؟ الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت، تاخدهم أنت والحاجة. سليمان. لا مش زحمة. احنا هنبات هنا النهارده. الخميس باظ. والجمعة كمان.